عملنا البيض، يلا ورينا بتعمل ايه. حطيتي ايه؟ اولع، حطيت الطاسه واولع بعديها بالولاعة، ماشي. واعمل بوتاجاز واحط بتاع التسيبه يعمل شويه، يسيح. يسيح شويه. اه خلاص ساح. يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم. قولوا لي عاملين ايه بقى في الامتحانات. قولوا لي عندكم امتحانات ولا ما عندكوش. اللي عنده يعني دلوقتي بقى في ناس من غير ما تفطري يا ماما. كاتبه عندها ابن في تالتة اعدادي، وابن في تالتة ثانوي، وابن في ستة ابتدائي. الله يعينك بجد بجد، الله يعينك بجد. يعني ربنا يعيننا كلنا ويعين امنا كلها اليومين دول، ويوفق يا رب ولادنا يا رب، وينجحهم يا رب يا رب، ينجحهم يا رب يا رب، عشان خاطرنا احنا حتى، يعني عشان خاطرنا هم. تحس ان هم خلاص يعني الجيل ده مش فارق معاه حاجة، بس عشان خاطرنا احنا يعني هو ان شاء الله ربنا هينجحهم عشان احنا، عشان تعبنا ومجهودنا احنا معاهم، وعشان حرقة اعصابنا معاهم. المهم ايه النهاردة؟ بصوا والله العظيم، عارفين يعني انا عندي مش شهادات ولا حاجة، يعني معنديش ولادي في شهادات ولا حاجة. اولى تالتة ابتدائي يعني اولى ابتدائي، تالتة ابتدائي، اولى اعدادي. بس عايزة اوريكم اللي احنا فيه. يعني شفتوا المقطع الاولاني ده؟ عايزة اقول لكم ده واحنا قاعدين بنذاكر، اللي هو عايزين نذاكر يا جدعان، عايزين نذاكر. طب اعمل لك بيض، طب اعمل لك بجد والله العظيم هيجننوني خلاص. انا بصوا الضغط والقولون وكل حاجة خلاص بقت عندي. المهم كده بقى عشان نفوق ونبقى قد المسؤولية كده نقدر عملت مج النسكافيه دوت. بصوا بقى، مرضتش اصور معاكم فقرة المواعين النهاردة، مع ان انا من عشاق فقرة المواعين في الفيديوهات، بحب اتفرج على فقرة المواعين جدا. غسلتها وشطبتها كلها، وغسلت السمك كده في الحوض على نظافة، بحبش احط اكل مكان مواعين. غسلت الحوض حلو، غسلت السمك حلو. النهاردة هنعمل سمك وايه، ونضفته، وبعد كده غسلت الحوض برضو مكانه. ادي المطبخ عندي نظيف اهو. ده العلاج بتاع ادم والقطره بتاعت حمزه، حطاهم قدام عيني عشان ما انساهمش، لان لو شلتهم من هنا بصراحه بنسى، مش بفتكر. النهارده بقى هنعمل سمك. السمك ده كان عندي في الفريزر، ما جبتوش النهارده ولا حاجه. بصوا انا بالنسبه لي احنا اليومين دول اخر الشهر، فايه يعني نحاول نقتصد على قد ما نقدر. عندي حاجة في الفريزر هطلعها، ما عنديش حاجة في الفريزر هنمشي، يعني عادي مفيش مشكلة يا جماعة. اليومين دول او الفترة دي عموما الدنيا بقت صعبة، والاسعار بقت غالية جدا جدا جدا. ربنا يعيننا يا رب ويعين الرجالة بأمانة. يعني اللي هو الواحد بيبقى عايز حاجات، فتقولي له انا عايزة كذا وكذا وكذا والعيال عايزين كذا للدروس والمراجعات ف طب يعني هو مضغوط وانت مضغوطة، يعني انت مش عارفة طب انت هتطلبي من مين، وهو في نفس الوقت هو مرتبه ما بيتحركش، بس الدنيا بره بتتحرك. بصوا ايه، راكبة قطر وجارية، يعني الحقيني بقى. فعلا فعلا مشكلة حتة ان الناس اللي شغالة، الرجالة كلها شغالة، او حتى لو انت شغالة برضو هي المرتبات هي ثابتة زي ما هي، ما بتتحركش خالص. بس الاسعار بره بجد زي ما بقول لكم راكبه قطر وبتجري. يعني اجري انت بقى وراها وحاولي تلحقيها، خلاص هو القطر بقى بصوا بيجري على اسرع حاجه. فربنا يعيننا يا رب ويعدي الايام دي على خير. كل شويه نسمع ان الاسعار هتهدى، ان الاسعار هتنزل شويه، ان معرفش ايه، الاكل والشرب، حاجه الاكل والشرب طبعا دي اهم حاجه، ان الاسعار هتبقى كويسه. نسمع ان الاجهزه اسعارها هتنزل، حاجات كتيره اسعارها هتنزل. طبعا كل ده بنسمعه من على الفيس بس، انما ما بنشوفوش على ارض الواقع يعني. بس يعني بصوا يعني ايه، حاسه ان هو بقى فيه على الاقل، على الاقل متهيألي كده استقرار شويه في الاسعار. يعني جت علينا الفتره اللي فاتت كانت كل يوم الاسعار عماله تزيد، لدرجة انتي ممكن، يعني انا فاكرة كنت جيت في مرة اجيب طبق بيض الصبح، كنت جايبة طلبات وحاجات بتاعت الشهر، وحاولت اجيب طبق البيض لقيت نفسي مش هعرف اشيل، هيكسر مني. فقلت له لا خلاص بالليل اخر النهار كده بقى عدي اخده. جيت اخر النهار اجيبه، والله العظيم لقيت السعر اختلف تماما تماما في نفس اليوم، فرق ما بين صبح وليل بس. بصوا
دخلنا، يعني عايزه اقول لكم ايه، انا تبلت السمك وجهزته وظبطت المطبخ وغسلت المواعين بعديه، عشان مش عايزه اي حاجه خالص، ما بحبش ريحه الزفاره بعد السمك ولا قبل السمك ولا اي حاجه. دخلت محاوله كده ان انا نذاكر نراجع اي حاجه، نخلص اي حاجه. احنا الكتب بتاعتنا لسه ما خلصتش يا جماعه، احنا المدارس بجد بقت مكان للامتحانات بس، يعني بنروح نمتحن امتحانات الشهر او امتحانات نص السنه او اخر السنه بس. بصوا بقى اللي سايبالي المذاكره وراح تعمل لي بيض. عملنا البيض، يلا ورينا بتعمل ايه. حطيتي ايه؟ حطيت الطاسة وأولع بعديها بالولاعه، ماشي. وأعمل بوتاجاز وأحط مكعب التصوير يعمل شوية يسيح. يسيح شوية. اه اه خلاص ساح، ماشي. وبعد كده اه أعمل البيض. كسرنا البيض. كسرنا البيض. اه أرميها في الباسكت. اه بعد كده أقلب. امسكي الطاسه بقى، امسكي الطاسه عشان هتقلبي لنا البيض بقى. حلوه المذاكره دي يا فريد. يلا اقلب لك البيضه عقبال ما تيجي هيتحرق. او في حد بيسيب بيضه على النار وبيمشي يا فريده؟ نسيت أحط الملح والسكر. الملح في الأخير. في حد بيسيب البيضه على النار وبيمشي؟ لا. قلب. خلاص استوى. بعد كده هاتي الطبق بقى اللي هتفضلنا فيه ولا هتاكلينا في الطاسه؟ ايوه بناكل في الطاسه، بس هي مش تاكلنا في الطاسه بقى، ما عندها اطباق كتيره. اطفي البوتاجاز يا ماما، سايبه النار والعه. ماشي شاطره يا فريد. يلا. بعد كده أحط خل والملح. البيض بيتحط عليه خل. البيض ملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود اهو. بعد كده خلصت الاكل. ماشي. ادوق بقى. الاكل الاكل ايه؟ لايك. ماشي. شفتوا بقى فقرة البيض بتاعت المذاكرة دي؟ يعني احنا ممكن واحنا بنذاكر، عايزة اقول لكم يعني الاختراعات اللي في الدنيا كلها، الاختراعات اللي في الدنيا كلها، لدرجة ان انا ساعات انسى ان احنا كنا قاعدين بنذاكر اصلا، وخلاص المذاكرة كده راحت، او اقوم من كتر ما زهقت خلاص وتعبت، يعني خلاص انا جبت اخري معاكم يا جدعان، اعمل معاكم ايه تاني؟ بجد العيال ما شاء الله بيبقى عندهم ذكاء رهيب جدا ان هم يخلعوا من المذاكرة، يعني ما شاء الله الذكاء ده ما بتشوفوش في اي حاجة تانية. عندهم ذكاء رهيب ان هم يخلعوا من المذاكرة، والواحد بقى بيبقى وراه ضغوطات وحاجات كتيرة فما بيبقاش لاحق، فبينسى. انا عن نفسي بنسى بجد، بنسى يعني. احنا كنا بنعمل ايه يا جدعان؟ اجي ممكن افتكر بعدها بقى تاني يوم ولا بالليل وانا داخله، ايه ده احنا ما خلصناش الواجب، ايه ده والله العظيم. هنا كنت بعمل لهم فشار، كنت هعمل للتلاتة، بس ادم كان مستعجل عايز يروح الدرس، حاولت فيه حتى اديهوله كده ياخده في كيس وينقنق فيه في الطريق، مرضيش، فعملت الحمزة وفريدة بس. بصوا الاستيكر، بصوا الاستيكر يا جماعة، عايزة اوريهولكم. ده كده لما حطيت عليه الحلة دلوقتي بتاعت الفشار، اما حطيت حلة الفشار لزقت كده هنا وعملت حتت كده، ودوت هنا بصوا. ده نفس اليوم اللي انا عملت لزقت فيه الاستيكر. مش عارفه اعمل ايه بجد، ماليش نصيب خالص خالص في موضوع الاستيكر ده، ماليش نصيب فيه بجد. بس الرخامه متدمره، يعني الرخامه دي متدمره، يعني اللي هو انا مش هينفع ان انا اسيبها من غير استيكر. يعني بتاعه الحوض تمام حلوه ومفيش مشكله عادي، الواحد لما بيحط استيكر بيحط تغيير بس، انما الرخامه دي بجد شكلها مش حلو، نفسي اغيرها، بس مش عارفه، مش عايزه استعجل يعني، فاهمين؟ ففضيت بقى اخر حبه كحك، قلت احطهم كده قدامهم كده على المطبخ. عايزه اقول لكم الكحك ده كان جوه مركون في اوضه النوم ونسينه، بس انا بقى ايه، زي ما قلت لكم كده، وانا نايمه راحه جايه عليه، نايمه امد ايدي اخد، نايمه داخله راحه جايه اخد واحده، فقلت لا بقى خلاص يا جدعان والله العظيم، يعني ده الكحك عامل فينا عمايل سودا قوي. فطلعت بقى كده، كانوا اخر حاجه، حطيتهم قدامهم عشان خاطر ايه لما يحبوا ياخدوا، يعني كان في اوضه النوم جوه، ما كانوا ناسينه خالص، هما كانوا بيبقوا رايحين جايين على البسكوت لحد ما خلص، بعد كده بقى خلاص يعني نسيوا بقى. فهعمل دلوقتي بقى الرز بتاع السمك، اعمله كده اديله اللون اللي هو الحلو ده كده عشان يدي السمك لون حلو.
بصوا انا بضربه في الكبة لان احنا عيلة ما بتحبش السمك السمك ايه، ما بتحبش البصل باين في الاكل، فبنحب بصوا يعني اللي هو تحس ان هو مش موجود، هو مش موجود اصلا. انا واحدة من الناس زيهم بصراحة. فبنداريه خالص خالص خالص، فالكبة هي اللي بتداريه خالص كده. المهم عملت الرز كده. بصوا الرز طلع معايا قليل، يعني معرفش استغبيت بقى ولا عملت ولا ايه، مش عارف. انا ما كنتش عايزه ازود عشان تاني يوم ما يبقاش عندي رز، لان الرز بتاع السمك ما بيتاكلش غير مع السمك، احنا مش هناكله. فما كنتش عايزه يبقى فيه كتير، وفي نفس الوقت كنت عايزه احط لنفسي انا طبق صغنن جدا جدا جدا، عايزه اصلح ما افسده الكحك. فقلت الفتره ديت احاول على قد ما اقدر اقلل في الاكل، يعني ما اكلش بالزياده، يعني مش لازم اقعد واكل لما اقوم ما بقاش قادره اخد نفسي ومش قادره اتحرك. وفي نفس الوقت اللهم صل على النبي. ايه كنا بنقول ايه؟ ادي النيلة، انا نسيت وانا بتكلم في نفس الوقت، يعني انا ناسيه وانا بتكلم. المهم هعمل سلطه كده. السمك ما يتاكلش غير ايه وهو معاه سلطه وطحينه، وانا للاسف نسيت الطحينه، انا ما افتكرتش الطحينه غير واحنا قاعدين بناكل، وادم بيقول لي فين يا ماما الطحينه، افتكرت اصلا ان انا ما عملتش طحينه. بس عادي عادي عادي، مفيش مشكله يعني، عادي يا جماعه. شغال. وعايزه اقول لكم برضو الليمون، كانوا اخر ليمونتين اللي تبلت بيهم السمك دول عندي في الفريزر برضو، ونسيت ان انا اطلع. فمش عارفه يعني، هو النسيان بجد. قولولي كده على انواع فيتامينات وحاجات كويسه. انا اليومين دول بسأل والله وبشوف وكده، بس ما مش عايزه اروح اكشف بصراحه، يعني مش هروح اكشف عشان يديني فيتامينات، لان انا كل ما كنت اروح كان يقول لي اعملي تحليل فيتامين د وتحليل معرفش ايه، كان كله بيطلع عندي قليل، كان بيكتب لي حقن وحاجات وانا اللي ما كنتش بستمر بصراحه. فقلت لا، هاخدها من قصير وكده واروح اجيب فيتامينات وحاجات. بس انا ما بحبش الاقراص الكبيره اللي بتبقى قد عقله الصباع دي، اغلب الفيتامينات بتبقى كده. فعشان كده بصراحه ما باخدش. فبدور بقى دلوقتي على حاجه تكون اقراص صغيره، او حاجه كده بتتمص، او حاجه كده سهله، اخد منها انا والعيال، لان العيال عندي بصراحه في موضوع النسيان ده برضو حاجه رهيبه. وكمان جسمهم ضعفان قوي اليومين دول. هما مش اليومين دول بس، يعني هما جسمهم على طول بيبقى ضعفان كده. وفريدة بقت تحت عينيها اسود كده، وقللت الاكل قوي. مش قللت، ده يعتبر تحس ان هي ما بتاكلش اصلا، يعني مش عارفه عايشه على ايه يعني. عايشين على الحلويات والله، الشيبسي والحاجات دي وكده. بس ايه يعني، اللي هو انا بسأل لو حد بقى مجرب حاجه وكويسه وحلوه، اكتبولي عليها في الكومنتات. بصوا انا في يعني صحابي جربوا اللي هو الاوميجا 3، اللي هو البرطمان اللي هو بيبقى من انفينيتي ده، فقالوا لي حلو وكويس وتمام وشغال وينفع ان انا اخده والولاد تاخده، يعني يبقى لينا احنا الاتنين عادي. ده هيبقى اوميجا 3. بس انا هبقى محتاجه برضو حاجات تانية، يعني فاهمين، يعني انا مش محتاج جسمي مش محتاج اوميجا 3 بس، فاهمين. فكان في الصيدليه كده علاج، قال لي يعني ده اصغر حاجه ممكن يديها لي، برطمان كده فيه حبوب صغنونه قوي. فلسه المهم ان انا لسه ما جبتش، يعني لو جبت هوريكم في الفيديوهات الجايه، هوريكم لو جبت حاجه. هو على الاغلب كده لما نقبض بس، يعني يا جماعه ماشي. نقبض بس واجيب ايه، الفيتامينات والحاجات دي وكده، لان مع دخلة الحر كمان وان احنا بنقلل الاكل مبقاش قادرين ناكل قوي مع الحر. فتحسوا بقى ان الجسم بيبقى همدان كده وتعبان ومحتاج بقى فيتامينات. فلو جبت هنزل لكم في الفيديوهات اوريكم. وانتوا اللي يعرف نوع كويس يعني او حاجه، اهم حاجه يا جدعان ما يكونش كبير، بالله عليكم انا ما بحبش الاقراص الكبيره، وفي نفس الوقت الولاد مش هيعرفوا ياخدوها. انا عايزه حاجه تنفع لينا احنا الاتنين، او حاجه تبقى ليهم وحاجه ليا، بس تكون برضو انا اعرف اخدها. المهم ان انا بقى هقلي السمك خلاص، انا عملته بالدقيق وكده، حطيته طلع الزيت كان لسه مسخنش، بس عادي مفيش مشكله بقى ايه. اسيبه كده دقيقتين اهو. بصوا الزيت يعني سخن خلاص. بقالنا اقول لكم قد ايه ما عملناش سمك، مش فاكره، بس يعني حاسه ان هو مثلا من امتى، مش فاكره عملناه في رمضان ده ولا لا. تهيألي عملناه في رمضان، لا مش فاكره والله. بس عموما انا مش بعمل السمك في بيتي خالص
غير مثلا لو في عزومة بنتشجع، لان انا اولادي ما بياكلوش السمك خالص وبيقرفوني. بس بقى ايه، ممكن يجوا بره لو معزومين على سمك مثلا عند خالهم ولا حاجه، تحسوا ان هم يا ماما انت بتعملناش الاكل ده ليه، انت بتعملناش السمك ده ليه. والله بجد بجد فعلا انا ببقى قاعده اللي هو ايه يا جدعان في ايه، طب خلاص انا هروح اعمل لكم سمك. ولو عملت فعلا ما بياكلوش، فاهمين يعني ايه، ما بياكلوش. بس انا بقى ايه، قلت المره دي نفسنا رايحه له، فحاول معاهم كده، عامله لكل واحد بس واحده كده. هو ده مش كبير على فكره، يعني ايه حجمه وسط كده، مش كبير يعني، لا هو حجمه وسط، اللي هو يا دوبك تاكلي ايه الواحده، يعني مش هتزهقي منه، يعني مش واحده كبيره ولا حاجه. وسبتهم جاعوا جدا، يعني اليوم ده سبتهم جاعوا قوي. عملت لهم الفشار ده في نص اليوم كده زي ما وريتكم، والاكل ده كان بالليل. كانوا جاعوا جدا، وقلت لهم بقى ان انتوا مش هتشتروا حاجة ولا هتجيبوا حاجة الا لما تاكلوا. كل واحد يخلص طبقه ويخلص سمكته هيجيب حاجة. طبعا احنا كده كده اصلا لما بنفصص السمك احنا ناس فاشلة في التفصيص، يعني حتى انا جوزي احنا ملناش في السمك، مش اللي هو حريفة سمك بقى بصراحة، نفسنا بتروح له كده في الخفيف، فملناش في التفصيص بتاعنا قوي. يعني اللي يفصص من ورانا يطلع سمك تاني، يعني ايه السمكية تحس انك تاخدي مثلا نصها وتبقي سايبة نصها في الشوك وفي الجناب وفي الحاجات دي وكده. بس ايه مش عن قصدي، يعني هو ده اللي احنا بنقدر نفصصه او بنعرف نفصصه. بعرفش افصص اكتر من كده عشان محدش يقولي حرام وبترميه، والله انا ما بعرف افصص اكتر من كده. وبرضو جوزي يعني بص تحسوا ان ايه، احنا شايفين تحس ان البتاع كده فيه لحم سمك بس ما مش عارفين نطلعه، عارفين والله يا جماعة. المهم هنغرف كده، غرفت لكل واحد طبقه وهوريكم بقى طبقي انا. بحب قعر الحلة جدا جدا، بحبه اللي هو اللي بيبقى فيه سنة القرمشة صغنططة كده، اللي هو بيبقى لازق في الحلة من ده، هو مش لازق يعني لازق، بس اللي هو بيبقى في القعر تحت خالص ده. بصوا بقى الطبق بتاعي الصغنطوطي، عايزه اقول لكم والله العظيم كلته، انا فصصت عليه السمكية بتاعتي. بصوا هو قد ايه صغنن، فصصت عليه السمكية بتاعتي وكلته. والله العظيم شبعت جدا جدا، ما جوعتش تاني لحد ما نمت. وانا نايمه اليوم دوت نايمه الساعه 6 الصبح. قبل ما انام بس كده رحت واخده خيارايه واكلاها الساعه 5:30 كده الفجر، قلت عشان خاطر وانا نايمه ما بقاش جعانه ولا حاجه. وادي الاكله بتاعتنا بتاعت النهارده، هي تحطوا لها لايك بقى، واستنوني ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي.